تغييرات كبيره قوي في بطوله الدوري الممتاز، من اول الاسم للجائزه، يعني فيش اكتر من كده. كل البطوله اتغيرت، بدل ما كان اسمه دوري برعايه نايل بقت برعايه شركه اورا. مبدئيا كده الجائزه بقت خرافيه لبطل الدوري. طبعا الجائزه قبل كده كانت هبله، كان الفريق بيقعد يعيني طول السنه عشان 5 مليون جنيه. معرفش تقريبا ما اتغيرتش من واحنا صغيرين. 5 مليون جنيه ما تعملش اي حاجه، فاهمين اللي هو ازاي؟ وطبعا الانديه دي ما كانتش بتاخد حاجه، ما ولا مليم طبعا. ما واحد بياخد البطل بياخد 5، انت هتاخد ايه؟ مش هتاخد حاجه، انت تاخد 2 جنيه وانت ماشي. دلوقتي الجائزه بقت البطل بياخد 50 مليون. فرقت بونت معاك يا زملكاويه، فرقت بونت، فرقت سيكا خطوه بجد. يعني انا كنت اتمنى تبدا من السنه دي، لان الزمالك عنده مشاكل كتيره قوي، كان محتاج ال 50 كانت تفرق معاه جدا. واصلا ال 5 مليون ما تعملش دلوقتي، ما تعملش، عارفين ما يجيش ربع مرتب اي حد، ما يجيش. بس في كمان حاجه تانية، ان هو هيعمل حاجه كيوت، ان هو هيدي 40 مليون للانديه الجماهيريه. ايه الانديه الجماهيريه؟ عندك الاهلي والزمالك، وعندك النادي المصري، وعلى فكره غزل المحله نادي جماهيري. طبعا ده هياخد 40 مليون، ده هيبقى عنده قدره انه يجيب لعيبه جديده، لان اوريدي انديه الشركات بقى معاهم فلوس يجيبوا لعيبه، والانديه العادي الجماهيريه معاش فلوس لان ما عندهمش سبونسر. فاكنك كده انت حد بيوفرك 40 مليون، حتى لو هتبدا بناشئين كويسين وهتعرف بعد كده تسوق وتجيب فلوس، فاهمني؟ فهي حركه جامده قوي، عارفين حركه من الاخر. فانا عاجبني الموضوع. طبعا بقى دلوقتي مش عارف برعايه شركه اورا بدل شركه نايل، والجائزه خرافيه يا جماعه. السنه الجايه ضرب نار، ضرب نار. 50 مليون كبيره، يعني كده 50 مع 40 لو حد خد الاثنين هياخد حوالي 90 مليون. يعني انت بتتكلم في 90 مليون في السنه. على فكره هو مش مبلغ تافه خالص. يعني حد كان معلق كومنت، ولا بلاش اقوله، هقول. شفت حد كان كاتب كومنت على البوست اللي نازل اللي انا شفته يعني على السوشيال ميديا، اللي هو بخصوص الخبر ده على الفيسبوك. فالبيجات الكرويه منزله الخبر وكده، ففي حد بيقول لك ده ما يجيش عقد حد في الاهلي. لا، هو يجي كتير على فكره عقد حد في الاهلي، وانا اهلاويه وعارفه عقود اللعيبه، بس هو ما يكملش عقد حد واحد بس، زيزو. انا عارفه والله زيزو، هو كل التلقيح ده عشان زيزو، وعيات ربنا انا عارفه. هو صح على فكره، انا فعلا 90 مليون كبير قوي. واحد زي حسين الشحات عندنا نفسه ياخد 50 مليون او 60 مليون. في حد جماعه انا عايزه اقول حاجه والله، بس مش قادره امسك نفسي. في حد كان كاتب بيدافع عن حسين الشحات، منزل بوست فبيقول لك بيقول لك هو ليه النادي الاهلي مش راضي يدي لحسين الشحات فلوس اللي هو اداها اصلا لابو زيزو. يعني على فكره هو صح، هي بس حاجه عامله لي زي خجل من الموضوع، لان انا كنت مش عاجبني الحوار، اللي هو حاسه ان احنا بقينا مسخره السنه دي، يعني فاهمين؟ حاسه ان بقينا مسخره السنه دي بسبب زيزو. انا حاسه ان النادي الاهلي بقى بيتعرض للضحك بسبب زيزو، بجد بجد والله العظيم. انا ما بقتش احب سيرته، مش عايزه اقيمه تاني في الماتشات، لان هو مهما يعمل انت واقف لي هنا. عمري ما هحبك يا زيزو، عمري ما هشوفك حتى لعيب. اصل انت مش ميسي عشان تاخد كل المبلغ بصراحه. يعني اصل بالنسبه للدوري المصري 100 مليون دي كبيره قوي، زي ما ميسي مثلا بياخد 100 مليون دولار، ما هو مليون جنيه عندنا زي مليون دولار عندهم، احنا بنتكلم بعملتنا. فانت مش ميسي عشان تاخد 100 مليون، مش كريستيانو عشان تاخد، يعني انت مش رونالدو، فاهمين؟ فانا خلاص في ناس بتوقف لي هنا. المهم ان بس كده كده الانديه التانيه ما عندهاش زيزو، فلما تاخد 90 مليون تعرف تجيب لعيب، تعرف تجيب لعيبه يا معلم. احنا الوحيدين اللي واخدنا 90 مليون يا دوبك عقد زيزو، وبالتالي هيبقى فاضل 10 مليون. يعني جيس وات مش هيكملوا، يعني بالتالي محتاجين ناخد 2 دوري في السنه عشان ندفع زيزو وتريزيجيه. يعني بجد احنا محتاجين مبالغ خرافيه عشان ندفع للناس دي. يعني الفلوس اللي خدناها من وسام راحت على زيزو، تخيل كده احنا استبدلنا وسام بزيزو. انا مش عارفه اقول ايه والله، كنت اقول كلمه بس ماشي. يا لهوي، كنت عايزه اقول يا لهوي والله بس يا لهوي، عارفين اللي هو يا لهوي، مش هقول غير يا لهوي بجد، مفيش جمله اتقال تاني. بقى كل موضوع بيحصل لنا بيتحشر فيه زيزو، بقى عامل لي عقده والله لازم عقدني، يعني خلاص انا جاب لي تروما. المهم هنيئا لبطل الدوري الموسم القادم. الناس اللي في الكومنتس شايفاهم كل على السوشيال ميديا بيقول طبعا عملته كده عشان الاهلي هيبقى هو بطل الدوري السنه الجديده. يا جماعه محدش عارف، الله اعلم، هو حد ضامن يعيش بكره؟ الله اعلم مين بطل الدوري. على فكره ممكن بيراميدز باراشوت علينا احنا الاثنين ياخد الدوري عادي، تعدي عادي جدا.
خلوا صدركم رحب كده وتقبلوا الموضوع عادي. ايزي ايزي ايزي، احنا لسه الدوري طويل واحنا اصلا ما جبناش لعيبه وحياتنا بالبلا، فما تحشموش. الزملكاويه ما يبصوش الاهلي هيعمل حاجه. الاهلي طول ما ممشيش زيزو ولاعيبه الزمالك احنا في محلك سر. خدوها مني، طول ما لعيبه الزمالك موجوده احنا هنغرق. هي قاعده كده انا بتمشيها في حياتي، مش عايزه ايه يعني لعيبه الزمالك بتخربها عندنا بس كده.